اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم منى من ترند في الخمسينة. تعالوا نعمل مع بعض الفسيخ بتاع العيد. انا جبته النهارده قبل رمضان بيومين. اخليه ياخد التسويه بتاعته وبعد كده انضفه واشيله في الفريزر عبال العيد. ايه رايكم؟ لان بعد كده كل حاجه بتغلى بينه وبينكم. يعني انا نزلت النهارده السوق بالصدفه ولقيته، فقلت ايه، تعالوا نخلله مع بعضين. هنقول في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم. انا اول ما بجيب البوري دون بغسله. يعني الله اعلم الناس اللي بيخلوه ما بيغسلوش ليه او بيغسلوه، الله اعلم. انا ما اعرفش، بس دي طريقتي اللي بعملها من كام سنه على كده يعني. المهم بغسله، بفتح الخياشيم كده انضفه من جوه لان بيبقى فيه مزلقه كده، فهي دي اللي بتعمل الريحه الوحشه في الفسيخ. فتعالوا بقى نغسله مع بعضينا وبعد كده هنبتدي ايه، هقلبه. بنحطه من الراس من تحت كده ووقفه على في مصفى او اي حاجه كده يصفي الميه اللي فيه. بعد ما سبته كده لمدة ساعة بقيت أحشي الخياشيم بتاعته بالمناديل عشان تشفط لو في أي مية أو دم أو سوائل ولا حاجة جوه السمكة، تشفطها. بعمل كده في كمية السمك كلها. تمام. بسيبها كده بقى لحد مثلا بالليل. يعني أنا جايباه مثلا الظهرية كده، سبته لحد الساعة 10 بالليل وابتديت إيه أخلله. بس غطيته كده بشوية مناديل وابتدي أشتغل فيه. تمام. عندي بولة هحط فيها 5 معالق ملح. انا عديت معاكم دلوقتي، هعدي معاكم دلوقتي 4 معالق ملح. بصوا السمكية اتنفخت ازاي ونشفت خالص من المية. عديت 4 معالق ملح بس، وانا بخلل لقيت احتجت معلقة كمان. فهنحط 5 معالق ملح، معلقة كركم، معلقة شطة، هنقلبهم مع بعض. هنبتدي نخلل. بصي الحكاية مش صعبة خالص وسهلة جدا، وهتاكلي احلى فسيخ. جربيه بطريقتي والله ما هتندمي وهتدعيلي ان شاء الله. هنجيب شنطة كده، كيس بلاستيك، هنحط فيه معلقة ملح من الأرضية. بص الملح ده العادي اللي احنا بنطبخ بيه، ما لقيتش ملح خشن وبخلله بالملح ده على طول. على فكرة ما بقاش حادق خالص، بيبقى دلع كده، بيبقى جميل. بحشي الخياشيم، بحشيها ملح وشطة. وبعد كده افتح البق احط فيه كام حباية فلفل اسود حصى. جربيه بطريقتي والله ما هتندمي. ما هتلاقي فيه زفاره وتاكلي الفسيخ زبده. انا بس بحب اقص الزعانف دي عشان ما تعورش تاني، وكمان علشان وانت بتخللي ما تخرمش الكيس وتنزل منها السوائل. بحشي الخياشيم كويس جدا بالملح والشطه. بعد كده افتح البق احط فيه كام حبايه فلفل اسود. جربيه كده ومش هتندمي ان شاء الله، هتدعيلي. بشيل المناديل الورق كده بلاقيها اتملت من السوائل، واقوم قصه الزعانف ديت والديل، واقوم حاشيه بشويه ملح، اكبسهم بالملح كده، وافتح البق احط كام حبايه فلفل اسود، وبين الطبقه والطبقه ارش شويه ملح. بص سهله جدا وهتاكل احلى فسيخ ان شاء الله. اخلص الكميه دي بنفس الطريقه كده. تمام. واقفلهم كويس جدا. بس اخر حاجه بلاقي شويه ملح كده فضلوا، بقوم واخداهم ورشاهم على بقيه السمك. هو 5 معالق مظبوطين بالملي على ال2 كيلو سمك. تمام. اخلص الكميه دي كلها، هحط كام ورقه لورا. ورق اللورا برضو بيشفط الزفاره. يعني مش هتلاقي ريحه زفاره ولا الريحه اللي بتلاقيها في الفسيخ اللي ما بتعجبكيش دي. ورق اللورا والفلفل الاسود ده السر اللي ما بيخليش ريحه الفسيخ ريحته وحشه كده. تمام. احط كام ورقه لورا وهقفل الكيس كويس جدا. شيلوا منه الهواء خالص واقفليه كويس جدا. حطيه بقى في كيس، في 2، في 3، في زي ما انت حابه. حطي كميه كاس كده عشان ما يدخل، مش عايزين يخش لنا اي نسبه هواء. تمام. هقفله كويس جدا وهشيله. هيقعد معايا مثلا عشان لسه الجو ساقع شويه، هيقعد معايا 15 20 يوم. بعد 15 20 يوم هفتح عليه واحنا معاكم مع بعض، وهتشوفوا الجمال والحلاوه. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. عايزه اقول لكم بس ان كل يوم تقلبيه من الناحيه دي للناحيه دي لمده 3 4 ايام، وبعد كده تسيبيه هيستوي مع نفسه. لو عجبكم الفيديو لا تدعمونا باللايك، شير، سبسكرايب للقناه. مع السلامه.